عقبال عندكم يا حبايبي. خلاص دكتورة حبيبة رسميا بقت دكتورة حبيبة. حبيبة اتقبلت في طب أسنان. وطبعا كل الناس بتسألني لأن نتيجة التنسيق طلعت امبارح. فأنا غايبة عنكم لأن بجهز ورق حبيبة وبعمل لها يعني في شوية إجراءات كده، بما إن أنا معايا ولاية تعليمية يعني مسؤولة عنها. ف... ففي حاجات كتير بخلصها. فعقبال عندكم يا حبايبي. يعني رسميا بقت حبيبة خلاص بنتي بقى، البنت الكام يوم اللي كانت في بطني، اللي كانت على ايدي، اللي لسه فاكره اليوم اللي انا يعني كنت بشيلها واسكتها فيه. بقت دكتوره حبيبه. عقبال ولادكم يا رب وتفرحوا بيهم دايما. شكرا لكل حد فرح معانا، شكرا لكل حد يعني فرح لنا من قلبه، وشكرا لكل حد بيقول لي يا ام الدكتوره. لان قد ايه اللقب ده حبايبي يا رب عقبال ما تدوقوا حلاوته يا رب، قد ايه بيحسسكم ان دي نتيجه تعبكم وكفاحكم مع اولادكم. الحمد لله رب العالمين، انا كافحت مع اولادي قوي ولسه هيكمل معايا. عندي حنين ان شاء الله دكتورة المستقبل باذن الله، وعندي احمد مهندس المستقبل باذن الله، ولوجي، فربنا يبارك لي فيهم كلهم ان شاء الله. فالتعب والمكافأة بعد التعب يعني بتبقى طعمها حلو قوي. فالناس اللي مستغربة ان انا فرحانة قوي وكده، يعني انتي خلاص عرفنا ان هي دكتورة، لا انتوا بالنسبة لكم كده تعدي كده، لا انا بالنسبة لي مش هتعدي كده، مش هتعدي كده. دي فرحتي انا وتعبي انا وشقايا انا وعايزه افرح بيه. فربنا يا رب يحفظها لي يا رب من كل عين ومن كل شر ومن كل ناس ومن كل حد شاف وما صلاش على النبي. دي الحاجه التانيه اللي عايزه اقولها على السريع كده، ما بحبش الكلام ده خالص، ممنوع عندي ان انا اقعد اتهافت مع ناس اعمل لها سعر يعني. في ناس او الناس اللي بتخش تقول لي فلان بيقول فلان بيعيد، خلوا اللي يقول يقول، خلوا يقول انا معايا الاصل، معايا الكنز، معايا دكتوره حبيبه. اللي عايز يفرح معانا يفرح، اللي مش عايز يفرح براحته. انا وبنتي فرحانين وفرحانين بالنجاح بتاعنا. معايا دكتوره حبيبه، وعمري ما هعمل للخرا سعر، خليكم فاكرين كده. شيف زهره عمرها ما بتعمل للخرا سعر. فعقبال ولادكم يا رب، عقبال الفرحه. وطبعا انا غايبه كام يوم عن المطعم عشان بخلص ورق حبيبه، واخواتها برضو دخلوا المدارس وكده، دوام المدارس. فبحبكم في الله حبايبي، وشكرا لفرحتكم معانا. انزلوا في الكومنتات بقى اكتبوا هاشتاج شيف زهرة ام الدكتورة. بحبكم في الله حبايبي.